بقى انت عاوزاني اتجوزك انت يا نضاره كعب كوبايه؟ ده الجامعه كلها بتضحك عليكي يا شيخه. كلمه قالها احمد لحنين في الجامعه بعد ما استلموا شهاده التخرج. حنين ببكاء: يعني ايه يا احمد؟ طول ال4 سنين كنت بتضحك عليا؟ ايوه طبعا، هو انا وعدتك باي حاجه ان شاء الله كده؟ انت اللي كنت في الارض. سنين الجامعه دي كلها كنت مدلوقه عليا وبتموتي فيا وانا عارف. بس انا ما وعدتكيش. ايوه يا حنين، ما وعدتكيش. انا انا مدلوقه عليك؟ مش انت اللي كنت بتقولي اول ما نخلص الجامعه هتخطبني؟ طول الوقت ده بذاكر لك وبخلص لك الملخصات بتاعتك وبصور لك كل حاجه على حسابي. احمد بضحكه لئيمه: هو احنا يعني عشان خاطر زمايل يبقى خلاص هنتجوز؟ انت كنت بتساعدينا يبقى خلاص هنتجوز؟ انت بجد يا غريبه قوي. بص على شكلك يا شيخه في المرايه. ده انا كنت ببقى ماشي معاكي في الجامعه بس مكسوف منك. ما بالك بقى لو اتجوزتك؟ ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها تضحك عليا مثلا يعني يا حنين. حنين يا ريت تفوق يا حنين. انت واحد غشاش ومش محترم. عيب كده، الزامي حدودك يا بنت انت. ولازم تعرفي انت بتكلمي مين. هكون بكلم مين يعني؟ واحد بتاع مصلحته وكذاب. جت بنت من بعيد وهي معاها بوكي ورد. توتي، تعالي يا حبيبتي. ميرسي قوي يا احمد على البوكيه الورد التحفه ده، انا بحبك قوي. وسندت ايديها على كتف احمد وهي بتبص لحنين: مش انتي بقى حنين اللي الجامعه كلها مطلعه عليها اسم كعب كوبايه؟ انا لو كعب كوبايه زي ما انتي بتقول يا استاذه انتي، يبقى انتي شبه عود القصب المسوس. او ماي جاد بجد. انتي بجد يا حنين غريبه قوي، شكلك بيئه. الحمد لله يا بيبي ان انت ما عزمتهاش على الخطوبه بتاعتنا. حنين بصدمه: خطوبتكم؟ اه خطوبتنا يا حنين. ايه؟ حاجه غريبه؟ يا بنتي زي ما بقولك انتي كنت مجرد زميله مش اكتر من كده. احنا دلوقتي داخلين اخر امتحان وهودعك يا حنين. الوداع يا حنه. خلاص بقى يا احمد بقى سيبها في حالها، احسن كمان المعلومات اللي في دماغنا تقع في الارض. يلا بقى يا حنين، باي باي. بصت حنين بكل كبرياء: انا مش هرد عليكم انتوا الاتنين ولا هتعامل المعامله بتاعتكم، بس هقول لكم المقوله الفريده: قد يجرحك كلام السفهاء، لكن تذكر ان الصواعق لا تضرب الا القمم. الحق يا احمد، دي بتقول حكم. اه تصدقي اول مره اعرف عنها الحكايه دي. ضحكوا هما الاتنين بصوت عالي لدرجه ان كل الناس بدات تبص عليهم، كانوا ملفتين جدا. حتى في الخناقه بتاعتك يا حنين مثقفه غريبه. اه اول مره اعرف برضه دي. جرى يا احمد، هو انت جاي تتعرف عليها دلوقتي ولا ايه؟ بصت حنين ليهم بضيق ومشيت. تسنيم كانت واقفه: على فكره يا احمد، انت والسخيفه اللي واقفه معاك دي غلطه وقله اصل منك ومنها يا شيخ، منكم لله. توتي برد: وانت مالك انت يا تسنيم؟ بقولك يا توتي، انت اصلا طول عمرك بتاعت مصلحه. سبتيه ورجعتي له، سبتيه ورجعتي له. اتاريها تمثيليه عشان البنت الغلبانه تفضل تديكوا في المعلومات. كانت بتساعدكوا طول الفتره اللي فاتت دي، وانتوا طول الوقت فاكرين ان انتوا احسن منها. كسرت قلبها يا احمد، عشان كده ربنا مش هيسامحك ابدا وهيردها لك. انا ما عشمتهاش بحاجه على فكره يا تسنيم، هي اللي كانت لازقه. لا، كنت معشمها بكلامك وتصرفاتك ووعودك انك هتتجوزها. كل ده ما كنتش معشمها. توتي ردت بكبرياء: مالكيش دعوه انت يا تسنيم، وبعدين احنا كبار وعارفين احنا بنعمل ايه. والله العيال اللي في الحضانه اعقل منكم انتوا الاتنين. حسبي الله ونعم الوكيل. سابتهم هما الاتنين وطلعت جري ورا حنين. تسنيم: حنين حنين استني. حنين بتنهيد وحزن: نعم يا تسنيم. ما تزعليش يا بنتي، الاتنين دول ما يستاهلوش. عادي يا تسنيم، الحمد لله ان هو ظهر على حقيقته قبل اي حاجه يعني. عندك حق، والله ربنا بيحبك يا بنتي عشان انت طيبه وجدعه، وربنا يكرمك باللي احسن منه. شكرا ليك يا تسنيم. احنا ما كناش صحاب قوي، بس من النهارده هنكون صحاب قوي قوي. اكيد طبعا. هتروحي على فين دلوقتي؟ هروح اغير هدومي وانام، تعبانه شويه. طب ايه رايك بقى يا حنين، تعالي انا وانتي النهارده نخرج ماشي؟ علشان ارد بيها جمايلك في تعبك معانا السنين اللي فاتت دي كلها يا حنين. انا تعبانه شويه، خليها بكره ارجوك يا تسنيم. تمام ماشي، بس ما تزعليش من اي حاجه. احنا دايما بنزعل على الناس اللي تستاهل، لكن الناس اللي زي دي ما ينزعلش عليها. هي طنط ما جاتش معاكي النهارده حفله التخرج ليه؟ عشان تعبانه شويه. لا الف سلامه عليها، افتكرتها مسافره ولا اي حاجه زي اهلي يعني. لا هي تعبانه، هي مش بتقدر تتحرك كتير، ربنا يشفيها لك يا رب. وصلت تسنيم حنين لحد بيتها. بقولك ايه، ما تطلعي معايا يا تسنيم تتغدي معايا النهارده؟ معلش يا حنين، خليها المره الجايه ان شاء الله. انا هروح دلوقتي اخد الشاور وانام على طول. تعالي بس كلي معايا، ده ماما اكلها تحفه. معلش وقت تاني. ماشي يا تسنيم، هستناكي المره الجايه. حاضر من عيني الاتنين. مشي تسنيم بالعربيه وطلعت حنين فوق وهي حزينه جدا، وكل الكلمات عماله بتتردد في ودانها. انت جيتي يا حنين؟ ايوه يا ماما، جيت باللبس التخرج بتاعي زي ما انت عاوزه بالظبط. الف مبروك يا حبيبتي، شكلك حلو قوي. انا مش مصدقه نفسي ان انت كبرتي بالسرعه دي.
وكمان اتخرجتي من الجامعة بتاعتك حبيبتي يا ماما. مالك يا حنين؟ حاسة فيكي حاجة مش طبيعية. لا لا لا، تعبانة. تعبانة قوي. النهاردة كان يوم مرهق قوي. لا يا حبيبتي، ألف سلام عليكي. بس أنا حاسة إن في حاجة برضو مش تمام. فيكي إيه يا حنين؟ أبدا مفيش حاجة، أنا تمام. أنا قلبي بيحس بيك يا بنتي. وشك مش طبيعي أبدا. حنين ببكاء. احمد يا ماما جرحني النهارده بكلامه. والبت اللي اسمها توتي دي فضلوا هما الاتنين يضحكوا عليا. اتاريه كان بيضحك عليا الفتره اللي فاتت، ولا هيجي يخطبني ولا بتاع. طب يا بنتي ما رنتيش عليا ليه؟ كنت جيت لك علمتهم الادب هما الاتنين. مش فارقه معايا الموضوع اصلا يا ماما. خلاص. اللي زي دول ما ينفعش ابدا يتعاتبوا. لا فارق لك يا حنين. ياما قلت لك ان الواد ده والشله دي كلها بتوع مصلحتهم وبس. لكن انتي ما كنتيش بتسمعي الكلام. انتي كنت الاولى عليهم كلهم، وهم كانوا بيستغلوك يا بنتي. ماما ارجوكي كفايه. انا محتاجه ارتاح. انا هدخل الاوضه بتاعتي. يبقى كلامي ما عجبكيش يا حنين؟ بعد اذنك يا ماما. سابت حنين منيره ودخلت الاوضه بتاعتها. بس منيره حست بالزعل لانها قالت لها الكلام ده. ما كانش وقته ابدا. حنين كانت قاعده باللبس وبتقلب في الموبايل، وبتشوف الصور بتاعتها هي والشله اللي كانت بتاعت مصلحتهم، وبتعيط. والباب بيخبط في الوقت ده. ادخلي. دخلت منيره وهي معاها علبه هدايا. انا عارفه يا بنتي ان الكلام بتاعي ما كانش في وقته، بس انا اتضايقت عشانك. انت عارفه ان انا بحبك قد ايه يا حنين. انا وانتي ملناش غير بعض. انا ما اتضايقتش ولا حاجه يا ماما. انا اللي غبيه. انا اللي كنت حابه المصلحه دي وكنت عارفه، بس كنت دايما بكدب نفسي. بس الواضح كده ان انتي فعلا اللي كنت عارفه مصلحتي، لكن انا لا، ما كنتش عارفه حاجه. عارفه ان هو مش هيبصلي لاني مش جميله، وكنت بقاوح برضه. هو يمكن ما في ناس ياما اتجوزوا ناس اوحش منهم بكتير. لا يا حبيبتي ما تقوليش على نفسك كده. ده انت جميله وطيبه وحنينه كمان. لا يا ماما لا. الكلام ده عشان انا بنتك، فانت دايما شايفاني حلوه. انت بتشوفيني كده عشان انت بس امي. لا لا، في ناس كتير شايفينك حلوه، وقلبك كبير وقلبك ابيض. الجمال جمال القلب يا بنتي. ايه ماله الوش الحلو؟ هيقعد سنه سنتين 10 20 30 40؟ وايه اللي بيحصل بالظبط؟ جمال القلب ده هو اللي بيخلي الوش فيه قبول. ربنا بيحب الناس اللي قلبها ابيض، ولما يحبهم بيخلي ناس كمان تحبهم. ما ياما في ناس حلوة وزي القمر لكن قلبها اسود، وبرغم حلاوتهم دي الناس ما بتقبلهاش ولا حتى بتحب تبصلها. حنين بحزن. يمكن يا ماما. انت لسه زعلانة يا بنتي؟ خلاص. انا عندي حاجة هتفرفشك دلوقتي. ايه هي؟ خدي الصندوق ده. صندوق؟ صندوق ايه؟ افتحي بس وهتشوفي. فتحت حنين الصندوق، وكان في البوكس شوكولاتة وخاتم دهب. الله الله عليك، هو ده بقى يا ماما. حاجة بسيطة كده يا حبيبتي، بس انتي بجد شاطره وتستاهلي حبيبتي يا ماما. انتي بنتي الوحيده وانا ماليش غيرك، وانا كمان ماليش غيرك يا ماما. طيب يا حبيبتي بطلي بقى عياط كده واستهدي بالله، وما تزعليش مني. احنا مالناش غير بعض. انتي بتحبيني يا حنين؟ طبعا يا ماما. ما تزعليش مني يا حبيبتي. انا مش بحب اشوفك زعلانه خالص، وبزعل على زعلك. يرضيكي بقى ان انا ازعل؟ لا طبعا ما يرضينيش. خلاص اتفقنا. انتي لا تزعلي ولا انا ازعل. اتفقنا يا ماما. حضنوا بعض. ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك، ويخليكي ليا يا قلب ماما. طب يا ماما انا هسيبك دلوقتي وهروح انام شويه. تنامي ايه يا بنتي؟ ما تتغدي الاول. مش جعانه. لما بابا يجي نبقى نتغدى كلنا. طيب ماشي. صحيح يا بنتي، قرايبنا جايين النهارده عشان خاطر يباركولك. بلاش يا ماما، مش عاوزه اخرج لحد. كل ما يجوا يفضلوا يتجمعوا عليا ويعملوا عليا مسرحيه يعني، ويتريقوا عليا يا ماما. انا زهقت. ولا تشغلي بالك بيهم. اديك اهو طلعتي الحمد لله الاولى على الكليه بتاعتك كلها. ده انت تخرجي وتطلعي لهم كمان لسانك. اوعي يهمك ابدا من اي حد، اولى ولا الاخيره. هي فارقه يعني؟ اه يا حبيبتي طبعا فارقه. هو في حد من عيالهم عمل اللي انت عملتيه؟ ردي رد كويس، ومادام ردك هيكون باحترام يبقى خلاص. انا عاوزاكي تكوني واثقه جدا من نفسك. حاضر يا ماما. ماشي يا حبيبتي، هسيبك دلوقتي تصبحي على خير. وانتي من اهل الخير يا ماما. طلعت منيره من الاوضه وغيرت حنين هدومها وقعدت مسحت كل الصور اللي ما بينها هي واحمد والشله بتاعتها، ونامت على طول. منيره اصحي يلا. اصحي يا ماما، الساعه 6. ابوكي جه خلاص، يلا عشان تتغدي. يا ماما، سايباني لحد الساعه 6؟ انا نمت كل ده. ايوه يا حبيبتي، شكلك كان مرهق قوي. معلش يا ماما، نمت وسبتك. انتي كنت تعبانه وانا اسفه جدا ان سبتك تحضري الاكل كله لوحدك. بس انا كنت بصراحه النهارده جايه متضايقه وتعبانه. ولا يهمك يا بنتي، انا خدت العلاج وبقيت زي البومب. متاكده؟ ايوه طبعا متاكده. يلا قومي يلا عشان تتغدي، بابا مستنيكي. حاضر. خرجت منيره من الاوضه، وحنين كمان راحت عند باباها وبست راسه. ازيك يا بابا، اخبارك ايه؟ بخير يا بنتي. الف 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 مبروك على التخرج بتاعك وعلى التفوق. دايما مشرفانا يا حنين. الله يبارك فيك يا بابا. بعد الغدا، انا عندي ليكي مفاجاه. منيره في ايه؟ مالك يا منيره؟ في ايه؟ ما تتكلمي.
اصل انا اديتها الهديه خلاص بقى كده. انا كنت عاوزه اديها الهديه انا. خلاص بقى هي جايه متضايقه من الجامعه فقلت افرحها. متضايقه؟ متضايقه مالها؟ في واحده زيها طالعه الاولى على الدفعه بتاعتها تكون متضايقه؟ مفيش يا بابا، اتضايقت شويه، زمايلي ضايقوني. اتضايقت من زمايلك ليه يا بنتي؟ عملوا لك ايه؟ اقصد يعني اتضايقت عشان خاطر اتخرجت بس ومش هشوفهم تاني. بكره تشتغلي وتبداي حياه جديده. انت خلاص الفتره اللي جايه دي هتتغيري، هتشتغلي شويه وتتجوزي وتلاقي نفسك مخلفه والحياه بتمر بسرعه. حنين بحزن: اتجوز؟ ايوه تتجوزي. ايه انت من النوع اللي ما بيتجوزي؟ طبعا يا حبيبتي هتتجوزي وهتعيشي حياتك. عندك حق يا ممدوح، اصل بنتك شايفه نفسها ان هي مش حلوه. مش حلوه ازاي؟ ده انت زي القمر. مش حلوه؟ ده انت اجمل بنت شفتها في حياتي، اجمل منهم كمان. فضلوا يضحكوا هم كلهم. قول لها يا ممدوح احلى مني 100 مره. قول لها عشان انا تعبانه قوي منها. ربنا يخليكوا ليا يا رب. انا حقيقي مش عارفه اقول لكم ايه، انا من غيركم ولا حاجه. انت عارفه من غيرنا هتعملي ايه؟ ما كنتيش اصلا يا اختي هتتولدي. اما بقى في بيت نسنين فكانت قاعده وبتتفرج على التلفزيون وجالها تليفون من واحده صاحبتها. الو، ازيك يا سالي؟ الحمد لله. ازيك يا تسنيم، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا عندي خبر ليكي حلو قوي بمناسبه التخرج. خير؟ شركه مستحضرات التجميل اللي انا شغاله فيها طالبه موظفين، فانا اول ما فكرت فيك انت يا تسنيم. لازم تيجي وتشتغلي معايا وتنضمي للموظفين بتوعنا. طب هم طالبين كام موظف يعني؟ حوالي 10. طب حلو، انا عندي 2 هيتوظفوا معايا. ليه؟ هو في حد معاكي يعني؟ ايوه، بنت مجتهده وشاطره قوي. الانترفيو بتاعك بكره ان شاء الله انت وهي الساعه 10 الصبح. ما تتاخريش، اوعي تتاخري يا تسنيم. حاضر، هبلغها واقولها. شكرا يا سالي. العفو على ايه يا حبيبتي، بس على الخبر الحلو ده. ولا حاجه يا تسنيم، دي ارزاق وانتوا رزقكم ان شاء الله يكون واسع. تسلمي لي يا رب. طب باي باي بقى، مع السلامه. وقفلت تسنيم معاها. طلعت رقم حنين. ايوه يا حنين، ازيك يا تسنيم؟ اخبارك ايه؟ اهلا يا حبيبتي، الحمد لله والله. انا عندي ليكي خبر حلو قوي قوي يا تسنيم. خبر ايه؟ في شركه مستحضرات تجميل طالبه موظفين والانترفيو بكره ان شاء الله الساعه 10. شركه كبيره قوي يا بنتي. ايه ده؟ انت بتتكلمي بجد؟ ايوه والله بجد. انت الوحيده من الشله اللي رنيت عليها وبلغت. بقولك ايه، انت تستاهلي كل خير، وعشان كده انا ما افتكرتش اي حد من الشله غيرك انت بس. مش عارفه اقول لك ايه يا تسنيم، بجد انت احسن صاحبه شفتها في حياتي. ما تقوليش حاجه، احنا اخوات. طب العنوان فين؟ هي الشركه في اكتوبر، بس ما تقلقيش انا هعدي عليكي بالعربيه الصبح اوصلك. تمام، هروح على الساعه كام؟ هعدي عليكي الساعه 7:30. اوعي تتاخري، عاوزين نروح انا وانتي بدري عشان الطريق كمان والمسافه من الجيزه لاكتوبر حوالي تقريبا 2 ساعتين. تمام يا تسنيم، هبلغ بابا وماما ولو في اي حاجه جديده هكلمك. ماشي، باي باي يا حبيبتي. باي باي. قفلت حنين المكالمه وراحت فرحانه عند باباها ومامتها. في الوقت ده مامتها كانت بتفتح للضيوف وكانوا عمتها. منيره، اهلا نورتونا. نوره حبيبتي يا مرات اخويا، فين بنتك عشان خاطر ابارك لها؟ بهية هي كمان اتكلمت. فين حبيبه عمتها عشان خاطر ابارك لها انا كمان؟ حنين جت. اهلا وسهلا، ازيك يا عمتي نوره؟ ازيك يا عمتي بهية؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا جيت انا وعمتك عشان خاطر نبارك لك على التخرج وان انت طلعتي الاولى. تسلموا لي يا رب، اتفضلوا اقعدوا. يزيد فضلك يا بنت اخويا. دخلت بهية ونوره وقعدوا في الريسبشن وكان ممدوح في انتظارهم. ممدوح: اهلا وسهلا، نورتيني. ازيك يا بهية؟ ازيك يا نوره؟ عاملين إيه يا اخواتي؟ الحمد لله يا حبيبي. يلا يا حنين قومي هاتي لعماتك العصير. حاضر يا ماما. راحت حنين المطبخ وجابت العصير وحطته على الترابيزه. عقبال شربات فرحك يا حبيبتي. الا قولي لي، هو انت اتاخرتي في الجواز كده ليه؟ حنين: لا اتاخرت ولا حاجه، انا كنت بدرس يعني عادي، ما اتجوزتش في الدراسه. بهية: لا عادي يا حبيبتي، انا بنتي اتخطبت في اولى جامعه واتجوزت بعدها على طول ودلوقتي حامل. نوره كملت: ايوه واتخرجت كمان بتقدير كويس قوي. يعني ايه يعني امتياز ولا طلعت الاولى؟ المهم دلوقتي مستقبلها ان هي اتجوزت وحامل وهتخلف قريب وخدت الجامعه كمان بتاعتها. نصيب يا عماتي، نصيب. النصيب لسه ما جاش لحد دلوقتي. نوره حاولت تبقى فريش جدا وما حاولتش ان هي تكشر. منيره كملت كلام: يا جماعه كل شيء اسمه نصيب وبنتي زي القمر، وبعدين نصيبها لسه ما جاش. هو احنا دلوقتي جايين نتكلم مع بعض ولا نقول مين اللي اتجوز ومين اللي ما خلفش واللي خلف؟ خلينا في اللي احنا فيه. نوره عندك حق يا اختي والله. ايوه احنا ما نقصدش نزعلك خالص يا حنين، ده احنا بنحبك. مش زعلانه ولا حاجه يا عمتي نوره، انت وعمتي بهيه. بس انا كنت عاوزه اقول لكم حاجه حلوه قوي، خبر هيفرحكم. منيره: ايه يا بنتي في ايه؟ انا بكره رايحه انترفيو في شركه كبيره جدا بتاعه تجميل، اكبر تقريبا شركات التجميل في مصر. ضحكت نوره وبهية. شركه تجميل وهتعملي بيها ايه دي يا اختي؟ ساعتها مدحت اتدخل: انتوا بتضحكوا على ايه؟ بدل ما تباركوا لها، دي حاجه حلوه على فكره. يا اخويا ما نقصدش ان احنا نضحك عليها، احنا نقصد ان البنت اخرها المطبخ، يعني هتتجوز كده كده، تجميل ايه وبتاع ايه؟
نورة بصت لها. عندك حق يا بهية، البنت اخرها المطبخ، وبعدين الشركات اللي زي ديت بتبقى عايزه البنت الحلوه اللي منظرها كويس، مش لابسه نضاره، ونضاره ايه كعب كوبايه. حنين بضيق. مالها النضاره يا عمتي؟ ما كويسه، على الاقل بتخليني اشوف الناس على حقيقتها. انا داخله جوه شرفته وانسته. بهية ونورة بان على وشهم الغضب، وفي نفس الوقت مدحت ومنيرة انبسطوا جدا من رد فعل بنتهم. شفت البت يا مدحت قليلة الادب بنتك دي بتشتمنا دي ولا ايه؟ ايه شرفته ونورته؟ ايه عاوزانا نمشي؟ نورة وقفت. يلا يلا يا بهية قومي يا اختي، الواضح كده ان اخوكي كمان موافق مراته وبنته على اللي هما بيعملوه، فرحانين قوي ان هي بتهزقنا في بيتهم. مدحت انتوا على فكره تستاهلوا، عمالين تتنمروا عليها وكعب كوبايه ولابسه نضاره، انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ انتوا جايين تباركوا لها ولا جايين تغلطوا عليها؟ منيره وقفت. خلاص يا جماعه صلوا على النبي واشربوا العصير. لا عصير ولا بتاع، يلا يا بهية يا اختي يلا نمشي. ايوه ده جازتنا ان احنا جايين ونبارك، متشكرين يا اخويا. منيره وقفت. لا اوعي تمشوا وانتوا زعلانين كده، لا هنمشي. ايوه مدحت اخونا موافق على الكلام اللي بنته عماله تقوله لنا من الصبح. مدحت حاول ان هو يلم الموضوع. طب اقعدوا يا جماعه، دي عيله صغيره، خلاص بقى اتفضلوا اقعدوا. عيله صغيره بقى شحطه زي دي تبقى تقول عليها عيله صغيره؟ ده احنا هنمشي وهي ملهاش كلام معانا تاني. خدوا بعضهم ومشوا. اما بقى مدحت ومنيره دخلوا الاوضه عند حنين ولقوها عماله بتعيط. ايه يا حبيبتي بتعيطي كده ليه؟ بعيط يا بابا عشان الكل شايفني وحشه، الكل بيتنمر عليا. وانت هتاخدي على كلام عماتك؟ ما انت عارفاهم كويس قوي. وبعدين انا عاوزك تكوني واثقه جدا في نفسك، انت جميله، انت لازم تشوفي نفسك كده، لازم تشوفي نفسك جميله عشان الناس كمان تشوفك. انا قلت لها الكلام ده ياما، قلت لها يا مدحت وهي ما بتسمعش الكلام. لا بنتي شاطره وهتاخد الكلام ده وهتعمل بيه. انت زي القمر وهتثبتي نفسك في الشغل الجديد وهتبقى حاجه كبيره وانا متاكد من كده. حاضر يا بابا. الا قولي يا بنتي، هو الشغل ده حقيقي يعني ولا انت كنت بتقولي كده عشانهم وخلاص؟ لا يا ماما حقيقي، تسنيم كلمتني هتصحيني الصبح بدري، اوعي تنسي يا ماما، وقالت لي ان الشركه عاوزين موظفين، هروح انا وهي بكره ان شاء الله. كنت طالعه اقول لكم بس لقيتهم في وشي. طيب يا حبيبتي قومي اغسلي وشك كده وجهزي لبسك اللي هتروحي بيه. حاولي تنامي بدري النهارده، حاولي تنامي بدري عشان تكوني جاهزه للانترفيو يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي اسمعي كلام ابوكي، انا حاسه ان ربنا هيكرمك من واسع ان شاء الله. حاضر يا ماما. ونروح لمكان جديد. مالكم في ايه؟ عملتوا ايه النهارده عند الدكتور؟ زين احنا عملنا التحليل ومستنيين النتيجه. مش فاهمه بصراحه يا حماتي انتي وجوزي، انتوا مستعجلين قوي كده ليه؟ انا اصلا مش مستعده اني اكون فاديه، ومش مستعده ليه يا حبيبتي بقى ان شاء الله؟ ده انتي بقالك 5 سنين متجوزه، وايه يعني؟ ما في ناس بتقعد بال15 سنه. زين بس يا ندى الناس اللي انتي بتقولي عليها دي بيكون عندها اصلا مشاكل وبتتمنى يكون عندها عيل، بتدعي ربنا ليل ونهار بس التحليل بس تبقى كويسه، ادعي ربنا كده. انا مش فاهمه، انتوا متوترين جدا، انت ومامتك عندكم توتر غير طبيعي. انا جسمي وشكلي هيبوظ وشعري، بجد هبقى مهمله جدا في نفسي زي كل الامهات. ذنب غضب، هو ده كل اللي يهمك؟ جرايه ندى. فاديه حماتها وقفت. انت ما عندكيش دم يا شيخه، شعري ايه وجسمي ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ ادعي بس ان التحاليل تطلع كويسه وبخير. يا ربي بجد انا ماليش في جو التوتر ده. انا طالعه اغير هدومي عشان عندي بارتي مهم جدا النهارده، عن اذنكم انتوا الاتنين. وسابتهم ندى. زين وفاديه كانوا واقفين مصدومين من اللي هي عملته. انا مش فاهم يا ماما المصيبه اللي انا لابس فيها دي. لو العيب منها يا حبيبي طلقها واتجوز ستها، اللي زي دي ما تعرفش تعيش، انت اللي متمسك بيها مش عارف ليه. طب لو العيب مني، لو العيب منك يا حبيبي ما تشيلش هم، كده كده هتطلقها، لان اللي زي دي ملهاش امان. ان شاء الله العيب يكون منها هي، لكن انت هكون كويس. لكن البنت اللي زي دي اهم حاجه شعرها وجسمها والبارتي اللي هي رايحاه. جرى ايه؟ هو كل البنات كده يا ابني؟ في ناس بتشيل المسؤوليه كويسين، سيبك منها دي خالص. بس انا مستغرب قوي يا ماما، انت مستعجله على الخلفه بتاعتي ليه؟ مع ان اخواتي مراتاتهم كلهم اصلا لسه ما حملوش ولا خلفوا، ليه بتتكلمي معايا انا بس؟ لاني بصراحه نفسي اشوف الخلفه بتاعتك يا حبيبي، انت الكبير واخواتك كمان زي ما انت شايف بيعاملوني ازاي، ومتجوزين حيات. لو خلفوا ولا ما خلفوش ماليش دعوه، لكن شقاك انت اللي هيروح لاخواتك وطبعا مراتاتهم. ايه التفكير ده يا ماما؟ يعني انت موتيني وهم ورثوني كمان؟ انا طالع فوق تعبان وعندي شغل كتير قوي في الشركه. ماشي يا حبيبي تصبح على خير. طلع زين الاوضه بتاعته وكانت ندى قاعده في الاوضه حاطه ماسك على وشها وقاعده. هو انت ايه البرود اللي انت فيه ده يا شيخه؟ لو واحده مكانك هتكون خايفه يكون العيب منها. بص يا زين انا بحب نفسي لدرجه ان انا ممكن ابوظ حياتي كلها وابوظ الدنيا الا شكلي. يا بنتي انت قلبك حجر. انا قلبي مش حجر، بس انت عاوز تشوفني غير كده؟ لما تشوفني بقى وحشه وتخينه ومفشوله وشكل ما يعلم بيه ربنا،
تروح بقى ساعتها تتجوز وتعرف عليا ستات. الموضوع مش كده خالص، انت همك نفسك وبس. اهم حاجة عندك الفلوس. حتى لما كانت الشركة فيه مشاكل كتير فيها، كان همك نفسك وفساتينك والماركات والبرفانات اللي طبعا بتجيلك من باريس. انت متجوزني وعارف مستوايا، ومش هقبل ابدا اعيش اقل من المستوى اللي انا كنت عايشة فيه. وبطل بقى لو سمحت انت ومامتك تطلعوني طماعة. انا متعودة على كده من ايام ما كنت عايشة مع بابا. تقوم انت بقى عاوز تحرمني من كل ده؟ لا انا ما قلتش كده. وبعدين يا ستي، انا ما بقتش قادر استحمل اللي انت بتقوليه. التحاليل اول ما هتطلع ايا كانت النتيجه، سواء العيب منك او العيب مني، كل واحد هيروح لحاله. يا سلام، خلاص ايه اللي تشوفه. طبعا كنت متوقع الرد بتاعك. مشي وسابها. اما تحت في الريسبشن